وبيبدأ فيلمنا بالبنت سيونج وهي ماشية في شارع فاضي، لكنها بتحس بحركة غريبة جاية من وراها، لكنها لما بتبص مش بتلاقي حد فمش بتلتفت وبتكمل طريقها لحد بيتها، وبتركب الأسانسير لحد ما بتوصل للدور اللي ساكنة فيه. وأثناء ما هي واقفة بتفتح الباب بتحس برضه بحركة غريبة، وللمرة التانية مش بتلاقي حد في الطرقة، فبتقرر إنها ما تفكرش في الموضوع وتدخل البيت، لكنها جوه بتلاقي النور مقطوع وبتضطر إنها تشغل كشاف تليفونها. وهنا الحركة اللي كانت بتسمعها بتيجي من جوه بيتها، بالتحديد من ناحية الدولاب، فبتروح سيونج ناحيته ومش بتلاقي حاجة، وساعتها بيظهر وراها شخص غريب وبيهجم عليها، وبتفضل سيونج تصوت لحد ما الصوت بيروح بالتدريج والباب بيتقفل. وبعدها بننتقل لبنت كيونج واللي بنشوف شخص نايم جنبها، وفجأة منبه الشخص ده بيرن، فبيقوم بمنتهى الراحة ياخد فطاره ويخرج من الأوضة بتاعت كيونج من غير ما تحس بأي حاجة. وبعدها بتصحى كيونج وهي حاسة بألم شديد في جسمها، وبيكون باين عليها إنها شخصية منظمة ومرتبة جدا. وبعد ما بتغسل أسنانها بتلبس هدومها وبتروح على البنك اللي بتشتغل فيه، لكنها بتكون لسه مش متثبتة ومحتاجة إنها تثبت كفاءتها علشان تتثبت. وهناك بتكون في واحده شغاله مع كيونج كانت دايما بتاخد العملاء اللي بتيجي علشانها، وعلى الرغم من ان كيونج بتكون محتاجاهم علشان تثبت كفاءتها الا انها مش بتتكلم، وده بقى اللي بيضايق هيو صاحبه كيونج، وبتنصحها تبطل الطيبه الزياده دي. توصل كيونج البيت وهناك بتتفاجئ ببصمات شخص على مفتاح بيتها وان القفل مفتوح، فبتدخل كيونج وهي حاسه بالقلق، وقلقها بيزيد اكتر بالليل لما بتحس بصوت موجود في الاوضه بتاعتها، وبتلاقي ان في شخص بيحاول يفتح الباب عليها، لكنها لما بتبص من العين السحريه مش بتلاقي اي حد. وساعتها خوفها بيزداد وبتطلب الشرطه، وبيبلغوها ان مفيش اي دليل ان اي حاجه حصلت. فبترجع كيونج لاوضتها وبتنام، وبعدها بنلاقي في شخص وشه مش ظاهر خارج من حمام اوضتها. وكالعاده تاني يوم بتصحى كيونج من النوم وهي حاسه بتعب وارهاق، لكنها مش بتنسى اللي حصل امبارح، وعلشان كده بتطلب من هان حارس العماره انها تبص بصه على الكاميرات، بس للاسف الوقت بيكون اتاخر وبتكون عايزه تلحق شغلها فبتسيبه وبتمشي. ولما بتروح بتقابل هيو صاحبتها بتشتكي لها انها دايما بقت حاسه بالتعب والارهاق، وانها شاكه ان في حاجه بتحصل في الشقه بتاعتها لكنها مش عارفه هي عباره عن ايه. بس هنا هيو بتكون خايفه على مصلحه صاحبتها، وعلشان كده بتعرض عليها انها تتجوز، وساعتها كل المشاكل هتتحل. وبتكلمها عن مديرهم سونجو اللي واضح انه معجب بيها، وده لانه بيتعامل معاها بطريقه مختلفه عن اللي بيتعامل بيها مع باقي اللي شغالين. لكن كيونج مش بتهتم بكلام صاحبتها وبتروح تكمل شغلها في البنك، وهناك بيظهر واحد من العملاء اسمه جونج، وبيكون واضح انه معجب بكيونج وجاي البنك علشان يشوفها. ولما بيحاول انه يغزلها علشان يقرب منها بتصد كيونج وبترفض طلبه انها تخرج معاه. لكن هنا كلام جونج بيتغير تماما وبيقول لها انه مش هيسيبها في حالها، وساعتها بيجي سونج وبيطلب له الامن. وبالليل بتروح كيونج البيت، وبيكون مدير الامن بيوبخ هان جدا ان الشرطه جت في وقت الورديه بتاعته، وبتكون كيونج حاسه بالذنب جدا وبتركب الاسانسير وبتطلع اوضتها. واثناء ما هي نايمه بنتفاجئ ان الشخص اللي كنا فاكرينه شبح ده اتضح انه شخص بيكون مستني كيونج كل يوم، وبيخرج من تحت السرير وبيخدرها، وبعدها بيدخل ينام جنبها في السرير بطريقه غريبه جدا. وتاني يوم في البنك بتبدا اثار التعب تبان على كيونج بسبب تخديرها كل يوم. وبالليل بيظهر لها جونج اثناء ما هي مستنيه الاتوبيس وبيضايقها، لكن سونج بيكون موجود وبيدافع عنها، وبعدها بيركبها عربيته علشان يوصلها البيت. لكن كيونج بتنسى محفظتها معاه في العربيه، وعلشان كده بيطلع وراها البيت يديها لها، وبالمره يصلح لها النور اللي كان عطلان، وبتشكره جدا على مساعدته ليها. وفي الوقت ده سونج بيطلب منها انه يدخل الحمام، وطبعا كيونج بتوافق، لكن اثناء ما هو بيغسل ايده بتبص له بنظره شك، وبتساله هو عارف رقم شقتها منين مع انها ما قالتلوش. وساعتها بتجري وبتقفل الباب عليه وبتطلب الشرطه، وبتقول لهم ان الشخص اللي كان بيطاردها طول الفتره دي متحفظ عليه في غرفتها. ولما بتدخل الشرطه الاوضه بتاعتها بيتصدموا ان سونج بيكون مقتول على باب الغرفه، وساعتها بيجي المحقق ليه علشان يحقق معاها لانها بتكون متهمه بقتل مديرها في الشغل، وان اكيد في شريك ليها، وده لان في ملابس راجل موجوده في الاوضه بتاعتها. وبتكون يونج مستغربه من وجود الملابس دي فعلا وبتفضل تعيط، بس بعد التحقيق معاها بيمشوها، وده لان الادله اللي موجوده مش كافيه لحبسها. لكن ليه مش بيكون موافق على ده بسبب وجود مخدر في جسم الضحيه، وده معناه انها اكيد ليها دخل بقتله. لكن للاسف كيونج بتترفد من الشغل بعد ما الخبر انتشر، ولما بترجع كيونج البيت بتكون خايفه انها تطلع غرفتها، وعلشان كده بتاخد هان معاها علشان يتاكد ان الغرفه امنه ومفيش اي حاجه، وبيطمنها هان ان المكان امن تماما ومفيهوش اي حاجه. فبتدخل كيونج وبتمارس حياتها وبتنظف الغرفه، لكنها بتتفاجئ بوجود مفتاح غرفه تانية، فبتفضل تجربه في كل الغرف لحد ما بيفتح واحده منهم فعلا. لكن الغريبه ان لما كيونج بتدخل بتلاقي المكان مفيهوش حد، ولما بتفضل تدور فيها بتعرف ان الشقه بتاعت البنت سيونج اللي كانت موجوده في اول الفيلم. وهنا بتحس كيونج بالقلق وبتحكي لصاحبتها على اللي لقيته، وهنا هما الاتنين بيوصلوا لمعاملات سيونج الماليه، وبيعرفوا ان كل يوم بتروح السوبر ماركت وبتشتري منه حاجه ب 3 دولار و20 سنت. وساعتها بتقرر كيونج وهيو انهم يروحوا السوبر ماركت في نفس الوقت اللي سيونج بتروح فيه، ويعرفوا منها ايه اللي جاب مفتاح شقتها عندها. ولما بيروحوا السوبر ماركت عشان يلاقوا حاجه بنفس السعر بيلاقوا منتجات كتير جدا وبيكونوا محتارين، لحد ما بيسمعوا الموظف بيقول له واحده من
من الزباين ان الحساب $3.20. وساعتها كيونجو وهيو بيطلعوا وراها لكنهم بيفقدوها في طريق متقسم لناحيتين وكل واحده فيهم بتمشي من ناحيه. وهنا كيونجو وهي ماشيه بتشوف من ورا بوابه واحد من البيوت علب اكل كتير جدا من اللي بتكون بنفس السعر. قرر انها تدخل وساعتها بتتفاجئ ان الباب عليه قفل شبه القفل اللي موجود على باب بيتها بالظبط. ولما بتدخل الرقم بتاع شقتها بتلاقي الباب فتح. ولما بتدخل بتلاقي سيونج مربوطه في السرير وشبه ميته وبتكون عايشه على المحاليل وبس. وقبل ما تتصل بالشرطه بتسمع صوت باب البيت بيتفتح وساعتها بتنزل تستخبى تحت السرير وهي خايفه. وبيدخل شخص وشه مش باين وبيحقن سيونج بابره وبيقول لها انه خلاص لقى البديل بتاعها وبيقرر انه يخلص منها. وفعلا بيشيلها علشان يطلعها بره البيت بعد ما بيكون قتلها. وفي الوقت ده بتستغل كيونج الفرصه وبتطلع تجري باقصى سرعتها لكن هو كمان بيشوفها وبيجري وراها. وبتكون كيونج خايفه جدا لحد ما بتقدر انها تستخبى في محل قديم لكنه برضه بيقدر يوصل لها. وقبل ما يأذيها بتظهر هيو وبتهاجمه لكنها مش بتقدر تسيطر عليه وبيقدر انه يضربها ويوقعها على الارض. وبيكون هو كيونج بس لكن لان حظها حلو عربيه الشرطه بتيجي وساعتها الشخص ده بيجري. وبتتكلم كيونج وهيو مع المحقق ليه على اللي حصل. ولما بيسالهم عن شكله او اي حاجه مميزه فيه بتقول له كيونج ان كان مغطي وشه وما عرفتش تشوف منه اي حاجه لكنها بتلتفت للساعه القديمه اللي كان لابسها في ايده. وده بيخلي الشرطه تحتار لعدم وجود اي اوصاف للمجرم لكنهم بيشكوا في جونجو ده لانهم لما لقوا جثه سونج لقوا في ايديها كارت البنك اللي شغاله فيه كيونج واللي اديته لجونج قبل كده. ولما بيطلبوا له التحقيق معاه بينكر جونجو كل التهم الموجهه ليه وبيقول ان كل اللي عمله انه اعجب بواحده وكان عايز يخرج معاها مش اكتر. لكن بيلاحظ ليه ان جونج بيكون لابس ساعه من الطراز القديم اللي زي كيونج اتكلمت عنها. وساعتها بيخرج لها وبيعتذر لها لاتهامه ليها لانه واضح ان جونج هو المجرم الحقيقي. لكننا بنتفاجئ ان بعد ايام بيخرج جونج لعدم ثبوت الجريمه ضده. وبتكون كيونج نقلت لبيت جديد لكن جونج بياخد عنوانه من قسم الشرطه. وفي يوم بيجي لكيونج طرد لما بتفتحه بتلاقي جواه تليفون عليه صور لهيو وهي مغمى عليها. وبتكون كيونج مش فاهمه اللي بيحصل وبتتخض لما بتلاقي شخص بيرن فيديو. لما بترد بتلاقي شخص في شقه هيو وساعتها بتعرف ان صاحبتها في خطر وعلى طول بتروح على بيتها وبتفضل تخبط لكن محدش بيفتح. وبنتفاجئ لما بتلاقي جونج واقف وراها وساعتها بيكون عايز ينتقم منها بسبب اللي شافه بسببها. وفعلا بيضربها وقبل ما يكمل عليها بتوصل الشرطه وبتقبض عليه. وكيونج مش بتكون مهتمه بنفسها تماما وبيكون كل اللي شاغلها صاحبتها هيو وعلشان كده بتمسك طفايه الحريق وبتكسر بيها القفل وبتدخل تلاقي صاحبتها فاقده الوعي. ولما بياخدوها للمستشفى بيطمنوا انها سليمه وما حصلهاش اي حاجه. وبنرجع لكيونج وهان وبتساله كيونج عن السبب اللي خليه يعمل كده. وساعتها بيقول لها هان ان بيعمل كده علشان بيحبها وبيقول لها ان مش هيقدر يخليها تمشي ولا هيعمل فيها نفس اللي عمله في سيونج. ولما بيحاول يقرب منها بتفاجئ كيونج انها بتمسك الابره وكانت على وشك تضربه بيها في عينه لكنها بتيجي في ايده. وبتخرج جري من الاوضه وهي مش متوازنه بسبب اثر المخدر لكنها بتحاول تهرب. وبتدخل واحده من الاوض وبتقفلها وبتبص على شباك الاوضه علشان تقدر تهرب. وبتمسك ازازه من الارض علشان تدافع بيها عن نفسها. وفي الوقت ده بيكون المحقق ليه وصل وبيشوف هان هناك وبيتقاتلوا هما الاثنين قتال عنيف جدا. لكن للاسف هان بيقدر ان يقتل ليه وساعتها بيكون فاضي لمطارده كيونج. وفعلا بيقدر يوصل لها وبيكون على وشك ان يقتلها لحد ما بتزق كيونج على المسامير اللي فوقه وبتقدر انها تقتله. واخيرا بتقدر كيونج انها تخلص من الكابوس اللي كانت عايشه فيه وبتروح علشان تاخد شقه جديده. واول حاجه تتاكد منها ان مفيش حد موجود تحت السرير. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.